السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. شايفين صينية الكنافة التحفة اللي قدامكم دي كنافة بالكريمة، ملكة حلويات شهر رمضان المبارك. بصوا الجمال، تعملوها بقى من ايدكم في البيت في منتهى الجمال. بصوا الكريمة منها طرية وتحفة، مش قادرة اقول لكم قد ايه. بصوا اللون بتاعها وبمنتهى السهولة. دي اللحظة بقى المناسبة اللي أنا كنت مستنياها لحد ما الفطار خلص وفطرنا الحمد لله، وقطعت منها ودقت كنت هتجنن عليها. طعمها وريحتها كانت خطيرة. يلا انتوا كمان تقدروا تعملوها بمنتهى السهولة والبساطة. اللي لسه اول مرة يشوفني، انا شيف غدا مصطفى ودي قناتي. اتمنى تعملوا اشتراك في القناة او سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل علشان يجيلكم كل الاشعارات بكل الفيديوهات اللي بنزلها على طول. بصوا يا جماعة الجمال، تحفة جدا. يلا ندخل نشوف محتاجين ايه. ده نص كيلو كنافة، انا جبته حطيته في التلاجة، سبته الحقيقة يوم في التلاجة. تاني يوم طلعته وقطعته بالشكل ده. طبعا ممكن تحطوها في الفريزر وتفرموها، بس احنا مش عايزين نفرمها ناعم، عايزين نقطعها حتت كده زي ما انتوا شايفين. لانها لما بتتفرم ناعم عن تجربة وتيجي تتقطع بتلاقوها اتهرت واتفرفتت خالص. لكن انا بقطعها كده حتت صغيرة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ببدأ اقطعها. طبعا انا كل المكونات المقادير دي كلها هكتبها لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو. شايفين اتقطعت ازاي؟ مش مفرومة ناعم زي اللي بتطلع من الفريزر بتتهري وبتتكسر، بتبقى ناعمة جدا. قطعت النص كيلو كله. هنا بقى معايا دي كوباية سمنة وانا مسيحاها، هاخد منها كوباية الا ربع كده وهبدأ انزله على الكنافة. طبعا السمنة هنا لا هي سخنة ولا هي باردة، يعني يا دوبك دافية. وسبت منها شوية من الكوباية علشان ادهن الصينية. على فكرة الصينية دي صينية الكنافة او الكنافة دي هتيجي في صينية مقاس 32. هنا بدعك السمنة في الكنافة كويس قوي، بشرب كل الكنافة السمنة اللي انا حطيتها. وهنا حطيت عليها حوالي كوباية الا ربع سمنة. اللي ظهر لكم على الشاشة ده اسمي على الانستجرام. لو انتوا عندكم انستجرام تقدروا تعملوا لي فولو عليها. دي الصينية دهنتها بكمية من السمنة كويسة، ولازم هنا ندهن طبقة كويسة من السمنة علشان الكنافة ما تلزقش مننا وتدينا لون حلو. يلا كل اللي عنده انستجرام يدخل يعمل لي فولو. اسمي على الانستجرام غادة مصطفى اوفيشيال. كده بوزع نص كمية الكنافة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا السمنة بتبقى مسكتها في بعضها. ببدأ اوزعها بالتساوي في الصينية كلها، ولازم اغطي الارضية بتاعة الصينية زي ما انتوا شايفين كده. وبعمل لها حراف كده من الجناب عالية شوية علشان الكريمة ما تقعش منها. في الوقت ده بقى هنحضر الكريمة. انا هحط هنا في الحلة كوبايتين لبن من الكوباية دي. حطيت كوباية وادي الكوباية التانية هنزل منها كوباية الا ربع، وهخلي ربع كوباية ادوب فيه النشا وادوب فيه الكريم شانتيه. طبعا هنا هنحتاج نشا، هنحتاج لكل كوباية لبن معلقتين، يعني انا هحط 4 معالق نشا. وده باكت كريم شانتيه بيدي اضافة في منتهى الجمال. هحط هنا النشا على اللبن البارد، والنشا ما بيتدوبش في اللبن السخن، ما بيدوبش فيه، بيدوب في اللبن البارد. 4 معالق كده كبار هدوبهم كويس. وبعد ما ادوبهم هحط بقى الكريم شانتيه. الباكت ده انا كنت فاتحاه واخده منه حوالي معلقه او معلقه ونص كبيره، ده بقيت الباكت. طبعا لو عندكم كريم شانتيه خام تقدروا تحطوا برضو، بيبقى طعمه جميل جدا فيها. ودي قشطة من وش الحليب، كنت انا غالية اللبن وحطاه في التلاجة، وطبعا واخدة منه الوش بتاعه. قشطة اللبن دي برضو بتدي طعم تحفة. هنا حطيت اللبن
بس نقلته من الحلة حطيته في لبانة، وهحط عليه معلقتين مليانين كبار سكر. طبعا تقدروا تقللوا السكر اللي في الكريمة شوية، بس انا الحقيقة اولادي بيحبوها مسكرة شوية، بيحبوا الكريمة تبقى ليها طعم مسكر شوية. هنا بعد ما دوبت السكر، اللبن طبعا لازم يكون سخن، ونحط السكر وبعدين ننزل القشطة، لان السكر ممكن واللبن بارد يخلي اللبن يقطع. لكن لما اللبن يسخن يدخل في الغليان كده، نبدأ ننزل السكر وننزل القشطة. انا حطيت 3 معالق كبار قشطة لبن، بتدي طعم تحفة. ونقلب كويس قوي لحد ما يغلي. اول ما يغلي نبدأ ننزل عليه خليط النشا والكريم شانتيه، طبعا مع التقليب المستمر لحد ما تتقل زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما تتقل هتعمل فقاقيع، خلاص هنطفي عليها ونحط الفانيليا. ولازم نستنى لما تعمل فقاقيع بالشكل ده علشان ما تفصلش، وهي سخنة على طول اول ما نطفي عليها نصبها على الكنافة. وهنا طبعا في ناس تقولك لا لازم نعمل الكريمة وتبرد وتبقى جامدة، لما بتيجي تفرديها في الصينية بتروح ملخبطة الكنافة اللي بتبقى في الأرضية. أنا بحب أعملها سخنة الأول، أفرش طبقة الكنافة وبعدين أحط الكريمة عليها وهي سخنة عشان أقدر أتحكم فيها، أصبها كويس وأقدر أفردها كده. اسيبها بقى طبعا حوالي 10 دقايق كده بس تهدى وتتماسك وتجمد شوية، علشان لما احط الكنافة النص التاني الكنافة ما تبقى ثابتة عليها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا برضو بوزع النص التاني من الكنافة، بوزعه الاول كده وبعدين الزيادة بقفل بيها بقى اي مسامات، لازم ما يبقاش في فراغات بينهم علشان الكنافة القشطة دي او الكريمة دي في الفرن هتغلي وهتسخن، ما تطلعش من الفتحات وتبوظ الدنيا. شايفين كده؟ طبعا تقدروا تستغنوا عن الحشوة دي وتحطوا مكسرات بنفس الطريقة بالظبط. هنا قفلت عليها كويس جدا وابدا اضغط عليها كده بالراحة واسويها كلها تبقى سوا واحد، مفيش مكان يبقى فيه كنافة اكتر من المكان التاني. هنا انا مشغله الفرن على درجة حرارة 200 فوق وتحت. انا عندي الفرن بيشتغل الشواية والفرن مع بعض. لو عندك الفرن بيشتغل تحت لوحده وفوق لوحده هتشغلي من تحت الاول وتحطي الصينية على ارضية الفرن، ما تحطيهاش على الشبكة عشان ما تاخدش وقت طويل وتنشف. هي هنا في الفرن، انا هنا الفرن او شايفين هنا الفرن محقق درجة حرارة 195 فوق و195 تحت، يعني تقريبا 200 و200. بيقعد حوالي تلت ساعة او 25 دقيقة بيطلع بالشكل ده. لو عندك الفرن تحت بس، بعد ما تحمر من الجوانب وتتحرك كده تبدأي على طول تقلبيها في صينية مقاس اكبر منها تكون مدهونة سمنة. هنا بعد ما خرجت انا كان عندي شربات تقيل وبارد، هسيب لكم اللينك، انا كنت عاملة قبل كده الشربات في حلقة لوحده، هسيب اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وطريقته سهلة جدا. الشربات 3 كوبايات سكر، كوبايتين مية، عصير نص ليمونة، وبعد الغليان حطيت 3 قرون قرنفل وسبته بعد الغليان 10 دقايق بالظبط وطفيت عليه ونسيبه يبرد. هنا بقى انا طبعا قلبت الصينية عشان تشوفوا الارضية بتاعتها عاملة ازاي. شفتوا الوش لما طلعت، ودي الارضية. بعد ما بتتسقي بسيبها حوالي ربع ساعة تهدى وبعدين اقلبها، يا اما في طبق التقديم او في صينية تانية. بما انها كانت لبيتي فانا طبعا ما قلبتهاش في طبق التقديم، سبتها في الصينية بتاعتها. شايفين الصينية اللي اتقلبت منها نظيفة وزي الفل. اتمنى تجربوها ان شاء الله تعجبكم جدا جدا وتنبسطوا قوي بطعمها. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. كنت معاكم انا شيف غادة مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.